بطلي تبعتي مسجات لاحمد ده. بس يا لبنى مالكيش دعوه. بلد البنات كل البنات شهودة وشيماء احلى بنات بنات. يا شهودة اخبار التعليم ايه؟ ماشي. ايه اليأس ده؟ بقول لك ايه، انا مش هقبل اقل من الاولى على الفصل. يلا ان شاء الله بقى. يلا يا شماء، مش عايز اي فلوس؟ لا فلوس ايه الحمد لله. بجد؟ لا. طب يلا بقى، انا خلاص قررت اتعشى معاكم النهارده. حلو. طب اسبقوني بقى وانا هحصلكم. مفيش حاجه اسمها سبقوني، يلا عشان عايز انزل بسرعه. اسبقوني بس وانا هحصلكم على طول. ماشي براحتك بس ما تاخريش. يلا عشان اركبي. يلا. اوبا. انا كنت عارف ان انت تروح وترجع مع ياسين من غير فايده. ده عيل خسيس وانا عارفه. انا قلت احلها بالذوق، طلع ما عندوش ذوق الباقي. طب والعيال اللي اتحبست دي راحوا على كده؟ مفيش حاجه اسمها راحوا. العيال دي هترجع بالذوق بالعافيه هترجع. ترجع ازاي يا راي بعد ما ترحلوا؟ ترحلوا؟ اه، رحل 2 منهم، واحد وداه اسم المرج والتاني وداه اسم السلام. يا ابن الكلب. ظباط بقى وبيجاملوا بعض. العيال دي هتخرج النهارده ولو على جثتي. بس انا محتاجكم معايا يا ابو دنيا. هو احنا اللي حبسناهم يا راي؟ ما يقدر على القدره الا ربنا يا اخي. مش دول عيالك ولا انا بتهيألي؟ دول 3 اقسام ابو دنيا. ماشي، الرجاله جاهزه، بس انا عايز اعرف هتعمل ايه؟ هتعرف. انتي عارفه يا ماما، يوسف كلمني كتير قوي عنك. قالك ايه؟ قال انه بيحبك قوي. يوسف؟ وكان عايز يعرفنا على بعض ونتقابل ونخرج مع بعض. يوسف هو اللي قالك كده؟ طب ما تاخذنيش يا بنتي في السؤال، انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ اصل انا بشتغل مرشده سياحيه، فساعات يعني كده بحب اشتري شويه حاجات للناس اللي انا بشتغل معاهم عشان لما يسافروا يفتكروا مصر، فكنت بروح اشتري الحاجات دي من عند يوسف في البازار بس، وتعرفنا على بعض. طب ما تاخذنيش برضو في السؤال ده، انا زي امك يعني. حكايتكم وصلت لحد فين؟ احنا متفقين على الجواز، بس هو كان محتاج يعني شويه وقت عشان. انت اللي جايبك هنا يا بنت انت؟ ما انت ما بتردش على تليفوناتي، خفت لا يكون حصل لك حاجه. وحياة امك ما بردش على تليفوناتك تقومي جايه على البيت. ايه ده في ايه يا يوسف؟ في ايه؟ اطلعي انت منها خالص. شايفه يا ماما، شايفه بيعاملني ازاي؟ ماما دي هناك يا روح امك. تعالي عادي يا يوسف، كده ما يصحش. خشي اقعدي جوه. حرام عليك يا يوسف، حرام عليك. حرام عليا حرام عليكي عيشتك يا بنتي. الحقيني يا ماما. بره. ما تكونيش فاكره لما تيجي لامي وتتنحنحي لها وتصاحبيها تبقي بتدبسيني. لا يا روح امي، انا ماليش كبير. حرام عليك يا يوسف، ما تعملش فيا كده. هو انا لسه عملت حاجه؟ قسما عظمه رجلك تهوب ناحيه البيت ده انا اكون مكسرها لك، فاهمه ولا لا؟ ماشي يا يوسف، ماشي، اعمل فيا اللي انت عاوزه. يلا قول انك هتجيب قرف. انا لما حسيت ان التمثال هيروح مني ما خفتش، وكنت متاكد انه مش هيضيع عليا، لاني كنت متاكد انك هتعرف ترجعه لي. انا بشكرك. تشكرني على ايه؟ انت رجعت لي فلوس كانت طايره مني في الهوا. انا دفعت دم قلبي في التمثال ده. تمثال ايه؟ التمثال ده؟ التمثال ده مش بتاعك يا شيخ. يعني ايه مش بتاعي؟ زمان كان عندي 2 شغالين عندي، واحد ضحك عليهم ولعب في ودانهم وفهمهم انهم ممكن يستعموني ويكذبوا عليا، وهيحققوا من ورا ده مكاسب ليهم. اللي استعماني عاقبته من جنس العمل، عميته. لما الناس عرفت بطلت تستعماني تاني، لكن اللي كذب عليا للاسف سامحته، ففضل يكذب عليا تاني وتالت ورابع. انا مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. انت مصر تكذب عليا يا شيمي. انا بجد مش فاهم. انا من الاول سالتك التمثال ده يخص حد يخصني؟ انت قلت لي لا، صح؟ بس حضرتك عارف كويس قوي التمثال ده بتاعي. وانت عارف كويس قوي انك من اللحظه اللي كدبت عليا فيها التمثال ده ما بقاش بتاعك. يعني ايه؟ المقابله انتهت يا شيمي. لا معلش يا دياب، الحوار المره دي بتاعي. يا عم انا عارف ان مفيش حاجه اسمها بتاعي وبتاعك، بس معلش. يوسف قاعد معاه بيقول لي نفس الكلام، بيقول لي برضه لا.
يا عم سيبنا على راحتي بقى. يلا سلام. برضه بيقول لك نفس الكلام صح؟ انا مش فاهم انت محجر دماغك ليه؟ الحوار مش سهل يا ميمي، وبعدين محدش فينا بيعمل حاجه لوحده. بس ده الشغل يا يوسف. انا اتعلم عليا لوحدي ولازم اخلص الموضوع لوحدي، مش عيل صغير. بس بقول لك ايه، الحوار المره دي مع الحكومه يعني احتمال كبير قوي ما يرجعش. خلي بالك من عمتي ومن سماح. انا ماليش غيرك انت ودينا. ماشي. رايح فين يا رايق؟ يا نص في ايه؟ خد دي. دي ايه دي بقى؟ دي بتدي طاقة، بلبسها كل مرة اجي اتخانق مع الناس في المدرسة. يا عم انا مستني النهارده هكسب. البسها وهتقول ان انا قلت لك. ايوه بس دي صغيره على ايدي. يبقى حطها في جيبك يعني. ماشي يا سيدي، احطها في جيبي. حاضر. يلا طير. ماشي. يلا. عايز حاجه؟ ربنا معاك. سلام. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. كنت عايز اعمل محضر يا باشا والنبي عشان المحفظه بتاعتي ضاعت فيها البطاقه وشهاده الجيش. يبقى تعالى الصبح. اجي الصبح؟ ما قلت لك يبقى تعالى الصبح، مفيش حد دلوقتي ومفيش ختم. طب ما تجيب الختمه يا باشا، هي مش الشرطه خدمه الشعب ولا ايه؟ ولا انتوا نسيتوا يناير يا باشا؟ ما تلم نفسك يا روح امك، انت مش عارف بتكلم مين؟ قلت لك تعالى الصبح. بصراحه انا عارف بكلم مين، بس بلاش بقى يا روح امك. انت بتمد ايدك على روح امك. انا ايدي عليك. ربنا علمك الادب، خدوا الحجز. ماشي يلا قدامي. اقعدوا افتروا علينا كويس قوي، مش عارف هتروحوا من ربنا فين. خش. يلا خش يا جدعان. عليك يا روح امك يا جدعان. مش يا عم بالراحه، انتوا مدخليني كوكو بارك يعني. بطل ماضي يا روح امك وادخل. ماشي. مساء الفل يا بكتيريا. مساء الفل يا نحله. بقول لك ايه، انا بختي مال من كتر اصحاب الشمال. هو الرئيس سلمك انت راخر ولا ايه؟ عيب عليك ما تقولش كده. طب انا بكتيريا معفنه والرئيس سلمني على نظافه، انما انت صاحبه ازاي؟ الراي ما بيسلمش اصحابه، الراي بعت النهارده عشان اقول لك ان كل حاجه هتبقى تمام يا بكتيريا. ازاي؟ سيبها انت بس على طول. حاضر يا حوده. حاضر يا نحله اهو. نقطه ما تقلقش تولع.